داخلين على العيد وشوي اللحمه والشوايات، وطبعا مش كلنا عندنا الشوايات في البيت. النهارده هنعمل مع بعض احلى ريش مشويه، ومش هنشويه على الشوايه، عندكم جريل تقدروا تشووا عليه، وطبعا تقدروا تشووا على الشوايه بالفحم، وهتطلع معانا تحفه جدا 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 وطريه. وفي خلال 10 دقايق او ربع ساعه هتكون معانا تحفه جدا ومستويه وجوسي وطعمها تحفه جدا. وطبعا لازم نعمل معاها سلطه الحيتي والرز الاصفر وميه السلطه بتاعه الحيتي. لو اول مره تشوفوني انا ولاء، ويلا نبتدي مع بعض الفيديو. ده تقريبا كان كيلو الا ربع من الريش البتلو، غسلتها ونشفتها كويس جدا. وللتتبيله استخدمت كوبايه الا ربع من ميه البصل وكوبايه من ميه الطماطم، وضفت عليهم ملح وفلفل، وضفت عليهم زيت وبهارات مشاوي، او تقدروا تستبدلوهم ب7 بهارات بس كده. دي البهارات اللي انا استخدمتها. وضفت معاهم كمان معلقه صغيره من البابريكا. لو الطماطم بتاعتكم لونها احمر كويس تقدروا ان انتم ما تضيفوش البابريكا، لكن انا لان الطماطم بتاعتي ما كانتش حمرا كفايه فضفت معلقه صغيره من البابريكا. وسبتهم في التتبيله دي، يعني بتسيبوهم مده ما تقلش عن ساعتين، وطبعا كل ما زودت المده بيكون افضل. بعد كده بجيب الطاسه او الجريل بسخنها كويس جدا جدا جدا، دي خطوه مهمه جدا، وبضيف عليها معلقه كبيره من السمنه البلدي، وببتدي ان انا احط عليها قطع الريش بتاعتي، بس لازم تكون سخنه جدا. في الاول بحطها على نار عاليه جدا، بعد كده ببتدي ان انا هدي النار بتاعتي، وتقريبا بتاخد من 10 دقائق لربع ساعه على النار. بس اهم تريك هي اننا بعد ما نستوي خالص الريش بتاعتنا نبتدي اننا نطفي النار عليها ونغطيها ونسيبها لمده 10 دقائق وهي النار مطفيه ومتغطي عليها. شوفوا شكلها كده اصلا لوحدها قبل ما تستوي شكلها تحفه جدا يا جماعه، لازم تجربوها، طعمها خطيره، جربوها فعلا مش هتندموا. وعلشان نوصل لنفس طعم وريحه شوي الشوايه هنبتدي اننا نولع فحمايه وهنحطها في وسط اللحمه. طبعا هنكون حاطينها في طبق صغير او في ورق الومنيوم، ونحط عليها نقطه صغيره من الزيت ونبتدي اننا نغطيها، وبكده هنكون عملنا بالظبط نفس طعم وريحه الشوي على الشوايه واحنا عاملينه في الجريل على البوتاجاز. جربوها يا جماعه وقولوا لي ايه رايكم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو